شنو الحاجة اللي في نظرك كتخلي الشركات مع مرور الوقت يوصلوا لواحد النيفو اسطوري وواحدين اخرين كيبقاو سوا في نيفو عادي اولا كيتإليميناو من المارشي؟ شنو هما الحوايج اللي كيديروا الفرق؟ في عام 1996 دارت واحد الدراسة من طرف واحد الشخص اللي سميتو جيم كولينز هو الفريق ديالو في الولايات المتحدة، واللي دامت 5 ديال السنوات على 22 شركة. وفي الاخر وصلوا لواحد الاستنتاج على ان كاين 6 ديال الحوايج مشتركة ما بين هاد الشركات اللي خلاتهم وصلوا لهذا المستوى ويبقاو فيه، واللي هما على شكل واحد الفلاي ويل او حلقة دائرية اللي كتكون من 3 ديال لي ديسيبلين، وكل ديسيبلين كيتكون من 2 ديال المراحل. وفالشركة كدوز بالمراحل بستة وكتخترقهم، المستوى ديالها كيدوز من مستوى جيد لمستوى ممتاز. هاد 3 ديال لي ديسيبلين اللي خاصهم يتحترموا عندهم علاقه بالناس اللي خدامين في الشركه، التفكير ديالهم والطريقه ديال الخدمه تاعهم. اول كونسيبت واللي هو having level 5 leaderships، يعني هاد القاده او البروجيكت مانجرز خاص يكون فيهم بعض الصفات، من بينهم التواضع والعزيمه والتقدير ديال الفريق وتحمل المسؤوليه فاش شي حاجه غير متوقعه كطرا داخل الشركه. تاني كونسيبت first who then what، الشركه خاصها تبدا بالناس ديالها قبل ما تبدا انها تطبق في لافيزيون، حيت خاصها تحافظ او تقلب على دي بروفيل اللي هما مؤهلين ويستاهلوا انهم يبقاو وتإليميني اللي لا عاد باش تبدا تطبق في الاستراتيجي ديالها. الشركات الممتازه كيتميزوا بالصدق والتفاؤل ومواجهه الحقائق الصعبه، وفي اي ازمه كتجي كيامنوا انهم غادي يقدروا يتجاوزوها في نهايه المطاف. رابع حاجه واللي هو ذا هيدجاك كونسيبت، واللي كيمثل ان الشركه خاصها تكون سبيسياليزي في مجال واحد وتكون شغوفه به بدل من انها تبقى تشتت التركيز ديالها في بزاف تاع المجالات. خامس حاجه واللي هي الكولتشر اوف ديسيبلين، يعني ان الشركه خاصها تبقى محافظه وملتزمه بلي برانسيب ديالها باش تدوز من مستوى جيد لمستوى ممتاز، بما فيه الالتزام باستراتيجيات الأساسية والرفض العروض المغرية اللي يقدر يكون عندها تأثير سلبي من هنا لقدام. سادس واخر كونسيبت واللي هو التكنولوجي اكسلريتورز، الشركات الممتازه ما كيستعملوش اي ترند جديد خرج في التكنولوجيا، بل كيستعملوها فقط لتسريع الريتم تاع الخدمه، حيت بالنسبه لهم التكنولوجي ماشي هي المحرك الاساسي بل هي فقط مسرع. الاحترام ديال هاد النقط والمبادئ ديال هاد العجله مع مرور الوقت كيخلي واحد الشركه تدوز من مستوى جيد لمستوى ممتاز. كان هذا هو الكتاب ديال Good to Great by Jim Collins.